السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعت لكم بقى في فيديو جديد ويوم جديد من ايام رمضان. كل سنة وانتم طيبين. خلاص ما بقاش غير ايام قليلة خالص على رمضان. ربنا يعيده علينا اعوام كتيرة يا رب، ويبقوا كلكم كده وانتم طيبين وبخير جميعا يا رب العالمين. اول حاجة كده وقبل ما نبدأ اي حاجة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انزله، وشجعوني بقى كده وحطوا لايكات كتير للفيديو ده. تعالوا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا كده ونقول بسم الله. اول حاجة طبعا زي ما انتم شايفين هنبدأ ان شاء الله بقى حملة التنظيفات بتاعة العيد وكده بدري بدري، مع ان هو مش بدري ولا حاجة، ده خلاص يعني فاضل الاسبوع اهو. فعايزة بقى اخلص بدري عشان ما اتزنقش زي السنة اللي فاتت وكده. فهبدأ بقى ان انا اعمل كده ايه، تنظيفات وحاجات، يعني اعمل كل يوم حاجة كده ان شاء الله، علشان يعني ما تجيش في الاخر بقى والحاجات كلها تتكوم عليا. فاول حاجة طبعا انا شلت الستاير عشان اغسلها. فشلت الستاير كده بتاعة الشباك وبتاعة البلكونة وكمان بتاعة أوضة النوم عشان هغسلها ان شاء الله دلوقتي برضو معاكم. وبصوا بقى انا بدأت بقى ان انا ارتب الدواليب والحاجات بتاعتي. فطلعت بقى حاجات كتير كده من الدواليب في الكيس ده. دي هدوم كده كانت جاية لجوري في عيد ميلادها بس هي كبيرة عليها، فهشيلها بقى للسنة الجاية ان شاء الله. وطبعا هنا الركنة كنت بوريكم يعني ان هي مش نضيفة خالص، فان شاء الله برضو هعملها كده معاكم في التنظيفات بإذن الله. ودي طبعا الأوضة، انا عندي يعني الشقة النهاردة مكركبة خالص كده، عشان بقى كنت صحيت وكده وكانت جوري عمالة بتعيط، فانا ما سكتها وكده. فقلت بقى ان انا اعمل معاكم الروتين كده واوريكم بقى انا هعمل ايه. دلوقتي بقى انا عايزة ارتب كده أوضة الركنة دي زي ما انتم شايفين، واشيل بقى الحاجات دي كلها علشان ايه اروق الدنيا كده واظبطها، علشان نبدأ يعني نشوف هنعمل ايه تاني. انا كمان بفكر يعني ان انا كده ان شاء الله عايزة اعمل حاجة كده هنا مكان النيش ده. مش عارفة هعملها ولا لا، بس لو عملتها يعني ان شاء الله هوريها لكم. فلو ما عملتهاش خلاص هبقى اقول لكم يعني عليها بعد كده. طبعا كانت البطانية موجودة هنا على الركن عايزة ادخلها، والمصلية بقى مكان ما كنت بصلي عايزة اشيلها، والعروسة اللي انتوا شفتوها دي جوري خلعت راسها عن جسمها. فخلاص بقى هي كده باظت اصلا مش هينفع تتركب تاني، بس انا اوقات بسيبها لها كده تلعب بيها يعني. بس فعايزه بقى ارتب الركن كده واظبطها واشيل بقى الحاجات الموجوده في الارض دي واخلي الاوضه نظيفه، فهعمل كده وارجع لكم. بصوا بقى هنا كنت نضفت كده الركنة اهي وظبطتها. شلت بقى كل الحاجات زي ما قلت لكم، والاكياس اهي حطيتها على جنب دلوقتي لغايه ما اشوف لها مكان يعني، او افضي مكان في الدولاب وكده واحطها. وظبطت الاوضه هنا كده وشنكلت بقى البلكونه، بس دلوقتي هقفلها يعني علشان الدبان بيبقى كتير خالص في الوقت ده وكده. فكده يعتبر الاوضه اهي متروقه معايا ومتظبطه ما فيهاش حاجه. دلوقتي بقى عايزه ادخل على حاجات تانية علشان اعملها برضو، علشان ايه ابدا زي ما قلت لكم ان انا اعمل الحاجات التانية اللي انا عايزاها. انا على فكره بدات في التنظيفات بتاعتي الدواليب وكده، يعني انا هبدا بقى ان انا مثلا ايه الستاير عشان هي سهله فشلتها غسلتها وشلتها. يعني ان انا هغسلها واشيلها يعني قصدي، علشان ايه اما اجي انضف وكده الاقيها نضيفه على طول فافرشها على طول. ما اقعدش بقى لسه اشيل واغسل وكده عشان ما تعطلش يعني. بس دلوقتي بقى عايزه اعمل ايه، عايزه اعمل الدواليب بتاعتي. اول حاجه ان انا ارتب الدواليب من جوه وكده، علشان ايه تبقى كل حاجه مترتبه ومتظبطه من جوه. فاجي ايه من بره بقى انضف على طول وكده، وتبقى كل حاجه عندي يعني متروقه ومتظبطه. هنا طبعا الصالة اهي زي ما انتم شايفين برضو كده، دي المكنسة الكهرباء، ما كنت بكنس الأوضة سبتها كده عشان هكنس هنا برضو. وهنا المطبخ اهو، كنت غاسلة بقى مواعين كتير كده من بالليل في الأرض اهي وعلى الرخامة. دلوقتي بقى هرتب كل حاجة مكانها واحطها. والبوتاجاز عندي اهو طبعا نضيف يعني مفيهوش حاجة. والحوض هنا فيه كام طبق كده برضو هغسلهم واظبط كده المطبخ بتاعي علشان ايه يبقى نضيف برضو. عشان كمان عايزه اروق الدنيا كده عشان اعمل الاكل يعني الفطار على نظافه. فانا دلوقتي برضو هروق المطبخ كده واظبطه واشيل الحاجات دي. انا برضو عايزه اقول لكم ان انا عايزه اغسل شباك المطبخ ده لان هو مش نضيف خالص. هعمله برضو ان شاء الله من ضمن التنظيفات كده هو والمطبخ كله باذن الله. هنا بقى خلاص انا كنت نضفت بقى الصاله وشلت بقى الدفاية اللي كانت موجودة هنا. خلاص بقى مش هفرشها اصلا، انا كده كده هغسل السجاد برضو. فكده بس سايباه يعني يومين كده ولا حاجة، علشان ايه مش عايزة اشيله يعني وتبقى الدنيا بلاط وجولي بتمشي في الارض وكده عشان ما تتعبش، لان الجو اليومين دول مش كويس خالص. بالنهار بيبقى حر جدا جدا وحر وعرقانين، وبالليل بتلاقي ايه في نسمة هوا كده. فالمهم كده كنت بقى بلا تمر كده علشان الفطار يعني. وروقت هنا كده الرخامة بتاعتي. وعايزة اقول لكم كمان ان انا عملت الاكل كده بسرعة. كان عندي محشي بقى ده اللي كنت عاملاه من بالليل، علشان يعني جوري معايا كنت عاملة كده على قدنا. عايزة اقول لكم اصلا ان هو
يعني فاضل مننا كتير برضه. وهنا طبعًا شوربة أهي عشان أبقى أسقّي بيها يعني المحشي، بس أنا لسه مش هاولّع عليه دلوقتي عشان كان لسه بدري يعني على الفطار. بس أنا بقى كنت مجهّزاه ومحضّراه كده علشان ما آخُدش وقت يعني وكده. بس فهنا بقى رتّبت المطبخ أهو وضبّطته وبقى كُلّه تمام والرخامة بقت نضيفة وما فيهاش حاجة. دلوقتي بقى هاعمل أوضة النوم طبعًا عايزة أعملها برضه عشان تبقى برضه خلّصت الشقة كلّها كده. بس عايزة أقول لكم إن إحنا عملنا الكحك والبسكوت أهو، حاطاه كده في علبة. كل سنة وأنتم طيبين، قولوا لي بقى أنتم عملتوا والّا إيه وطلع معاكم عامل إزاي؟ فعادة بقى طبعًا ما نقطعهاش في كل عيد يا رب إن شاء الله وإحنا بخير. هنا بقى أوضة النوم أهي. بُصّوا أدي البطانية اللي كانت برّه، هاحطها دلوقتي هنا كده واشيلها واضبّط المراية يعني والحاجات دي كلّها واضبّط الأوضة وارتّبها واطبّق البطانية. أنا طبعًا بقى مش هاشيل دفاية ولا حاجة دلوقتي لإن هي نضيفة، فهاسيبها. طبعًا هنا كنت باوريكم إن أنا كمان شِلت الستارة بتاعة أوضة النوم عشان أغسلها. فبس كده هاضبّط بقى الأوضة كده زي ما قُلت لكم وهتبقى نضيفة زي الفل أهي. بصوا رتّبتها ونضّفتها. كنت أنا لسه مغيّرة الدفاية والملاية يعني من قريب مش محتاجة إن أنا أشيلهم يعني. بس فكده رتّبتها بقى وضبّطت الأوضة أهي زي ما أنتم شايفين. وعندي أنا الشباك بتاع الأوضة ده نضيف فأنا مش هاغسله، أنا بس هاروّق الأوضة كده واضبّطها واخلّيها زي الفل إن شاء الله على العيد وهابقى أوريكم برضه الحاجات وأنا باعملها. فهنا بقى خلاص خلّصنا أهو. هنا بقى عايزة أقول لكم ده الفطار بتاعي. بصوا كنت عاملة كده فراخ عملتها بالفيجيتار وادي اللبن بتاعنا بالتمر والشوربة وادي المحشي بتاعي طلع جميل حلو خالص اهو. كان طعمه حلو وحمرت كده بطاطستين جنبها وده كان الفطار بتاعنا اهو. الحمد لله ربنا يا رب يديمها نعمة علينا ويحفظها من الزوال ويرزقنا كل الخير ويوسع علينا يا رب وعليكم آمين يا رب ويحفظ لنا أولادنا كلنا من كل شر اللهم آمين يا رب العالمين. هنا بقى عايزة أقول لكم الستاير اهي اللي أنا شلتها كلها. شِلت بقى الستاير اللي هي الشفافة اللي هي كده دي، وشِلت كمان التانية اللي هي القماش دي برضه. كل ده هيتغسل دلوقتي بقى عشان يبقى متضبط كده ومِيّة مِيّة على العيد ونفرش كده الحاجة وهي نضيفة ومزهزهة. طبعًا أنا عندي غسيل يعني فهاغسل بقى الستاير وهاغسل الغسيل كده واضبط الدنيا وانشرهم بقى وابقى إن شاء الله كده لمّا ينشفوا يعني أشيلهم بقى وأطبّقهم كده والّا حاجة وأحطهم في الدولاب لغاية ما يعني إن شاء الله، إن شاء الله أبقى أفرش كده الأوض بقى وأضبّطها وأبقى أفرشهم يعني عشان يبقوا نضاف. باحب يعني إن أنا أضبّط كده الحاجة من قبلها. برضه حتى المفارش بتاعة السراحة والحاجات دي كلّها برضه إن شاء الله هابقى فر أشيلها يعني وأغسلهم برضه وأسيبهم عشان يبقوا نضاف كده لمّا آجي أضبّط الحاجة يبقوا نضاف معايا إن أنا آخدهم أفرشهم على طول، ما اقعدش بقى أستنى لمّا أغسل وكده. فأنا دلوقتي بقى هاغسل الستاير دي كلّها كده وأضبّطها واحطها برّه بقى لحد تنشف مع نفسها. وكده بقى يبقى خلاص خلصت الروتين بتاعي معاكم النهارده. قولوا لي بقى انتوا هتعملوا ايه كده وايه الاجواء عندكم. فيا رب كده بقى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس واشوفكم على خير ومع السلامة.